بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضاء. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انت اول مره بتشوف القناه عندي، اتمنى طبعا تشتركوا، واتمنى كمان اتفاعلوا باللايك حبايبي على الفيديوهات. فبالتفاعل وباللايك بيبدا الفيديو يوصل لعدد كتير وناس كتيره ان شاء الله باذن الله تستفاد من الفيديوهات بتاعتنا. مبدئيا زي ما انتم شايفين كده، انا يعني بوريكم كده السبله عندي، الفراخ عندي الحمد لله الوضع عندي تمام. السبله متماسكه على الرغم ان في برد. ليه بقى انا كل يوم بقول في برد؟ عشان الناس الجديده اللي لسه داخله معانا، وعشان برضو تعرفوا ان انا برضو بشتغل معاهم بايه، بالخلطات. حتى لو الفراخ عندها برد او مفيش برد. بس عايزه اقولك على حاجه، طبعا لو برد شديد امنعي جميع الخلطات خالص لحد ما نشوف الدنيا ايه. بمعنى ايه؟ في خلطات ما تنفعش مع البرد الجامد، زي مثلا العسل الخمير والزبادي والحاجات دي، تمام. بس ممكن نستخدم اعشاب، مفيش مشكله خالص. فزي ما بقولك على حسب برضو الوضع عندك ايه بنبدا نشتغل مع الفراخ. تعالوا كده نعمل خلطة النهاردة. شوفي بقى انت عايزة تحطي ايه على العلف، ابدأي حطي. انا النهاردة حابة احط توم باودر وبصل باودر. طيب انا ممكن برضو ابدأ احط خميرة عادي خالص، مفيش مشكلة. ابدأ احط برضو حلبة عادي خالص، مفيش مشكلة. طالما مفيش اسهال عندهم خلاص، دي حاجة يعني ما تخوفنيش. ابدأ اشتغل باي خلطة انا عايزاها، مفيش اي مشكلة خالص. جالي سؤال، احنا بنجيب منين التوم البودر والبصل البودر؟ ده من عند اي عطار، بس يكون عطار كويس حاجته مسحوبه. انت اول ما تبداي تحطي التوم البودر والبصل البودر، فعلا فعلا بيغير معاكي ريحه العلف وبيخليها حلوه جدا. وكمان طبعا في فوائد، بس مش هيكون طبعا زي فوائد التوم الفريش والبصل الفريش. طيب هنعمل ايه في الميه النهارده؟ هنعمل حبايبي الشيح. انا حابه النهارده اديهم جرعه من الشيح، علشان برضو لو في اسهالات، على رغم ان الحمام عندهم كويس زي ما قلت لكم في اول الفيديو. بس برضو الشيح ده برضو بينظف معاكي بطن الفراخ. لو في ديدان، لو في اسهالات، لو في اي مشكله، ممكن نعمل الشيح كمان مع الشاي، حلو جدا. ممكن برضو نعمل الشيح مع عصره ليمونه برضو، تمام. فانا هبدا دلوقتي هديهم جرعه من الشيح، او حابه تبداي بالكركديه، تمام. وبالليل اعملي لهم الشيح زي ما انت حابه برضو اعملي. تعالوا كده بقى بقول لكم كده، احنا خلصنا كده الفراخ الكبيره، بدانا بقى نخش عند الكتاكيت. وزي ما انتم شايفين حضراتكم، ده كده مجموعه فيتامينات حلوه جدا بتساعد معاكي في النمو. الكيس ده تجيبيه لاي عمر، يعني انا ممكن احط منه كمان للفراخ الكبيره واحط منه للكتاكيت، تمام. عشان انت برضو لو عندك الفراخ ضعيفه الكلام من ده كله، ممكن تجيبي لهم كيس الفيتامينات ده. كل دي كده فيتامينات فحلوه جدا، دي برضو بتزود معاكي معدل التحويل على طول. المفروض ان انا كنت احط التحصينات 12 ساعه والفيتامينات 12 ساعه، تمام. اهو حتى هي كاتبه اهوت 1 سنتي صباحا 12 ساعه، والفيتامينات 12 ساعه برضو بالليل. بس انا ما عملتش كده، انا اديت الاول جرعه الفيتامين اللي هو المضاد، وبعد كده ان شاء الله هبدا معاكم في الفيتامين على طول. اهو زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لحضراتكم احنا بنسجل كل حاجه، سواء بقى جايبه 50 كتكوت، جايبه 10 كتاكيت، جايبه 5 كتاكيت، سجلي كل حاجه، اكتبي كل حاجه في ورقه، علشان ان شاء الله باذن الله في نهايه الدوره هنوزن الفراخ كلها. هنوزن الفراخ كلها وهنشوف صرفنا ايه وعملنا ايه، كسبنا خسرنا. فان شاء الله باذن الله لازم نعمل كده. بصوا هنا انا بوريكم شكاره التب. المهم هرجع تاني هتكلم معاكم في التحصينات. طيب التحصينات دي 1 سنتي على رتل الميه، انا ممكن اديها 3 ايام بس، او ممكن اديها 5 ايام. بمعنى ايه الكلام ده؟ هدي 3 ايام. بصوا هنا دي كانت شكلها الاول، يعني عشان هي دي بس دي ليها شكل ودي ليها شكل، بس هو نفس الاسم. عشان انت برضو لو حابه تصوريها كده وتجيبي الايه العبوه دي، زي ما قلت لحضراتكم ب 15 جنيه. هرجع اتكلم معاكم في التحصينات، بس الاول برضو هنا انا بقول لكم ده شكل الايه المكان عندي، عشان كان جالي سؤال برضو امبارح حلو جدا، هو اللمبه اللي انت حطاها دي مش عاليه عندك في المكان؟ بصوا حبايبي، تربيه السطح غير تربيه الشقه، المكان بيفرق من مكان لمكان. انا المهم عندي تكون درجات الحراره مظبوطه، سواء صيف سواء شتاء، درجه الحراره تكون كل فراخ. يعني في فراخ بتحتاج نزود درجه، في فراخ ممكن نحتاج ننزل درجه او درجتين. عشان كده دايما بقولك درجات الحرارة دي هتكون بعينينا، نظبط درجات الحرارة وبعديها كده بيومين او حاجة بنبدأ ننزل درجة. المهم حبايبي انا عايزاكم ان انتوا تظبطوا كل حاجة. برضو ببدأ افتح شوية بشوية. ما شاء الله الكتاكيت عندي الوضع عندي زي الفل، الدنيا تمام، السبلة عندهم تمام.
طيب هرجع بس اتكلم معاكم في نقطه التحصينات دي عشان ما نتوهش من بعض. التحصينات 3 ايام او 5 ايام. 3 ايام لو انت لقيتي الوضع حلو ومفيش اسهالات والدنيا عندك تمام، خلاص استكفي ب3 ايام وابداي خشي على طول على الفيتامينات. تمام. طيب الوضع عندك مش تمام، خلاص كملي ال5 ايام تحصينات. وما بحبش لو في اسهالات ما بحبش ادي فيتامينات الا لما الاسهالات دي تروح خالص. فالحمد لله ما فيش اسهالات عندي او حاجات بسيطه جدا، فانا كده يعني خلاص هستكفى بقى بالتحصينات. مش هدي بقى تحصينات، يبقى انا اديت تحصينات بس 3 ايام. ان شاء الله باذن الله هدي بقى الفتره اللي جايه 3 ايام فيتامينات. الناس اللي هتقولي طيب احنا هنبدا نشتغل معاهم طبيعي امتى؟ احنا حبايبي كده برضو نعتبر شغالين معاهم طبيعي. احنا دلوقتي شغلنا بالاعشاب على العلف. وبعد بقى الاعشاب يعني ان شاء الله اقصد بعد ما نخلص فيتاميناتنا هنبدا بقى نشتغل معاهم طبيعي. وهنلغي خالص فكره الايه ان احنا نحط علاج تاني باذن الله. فانا حبيت بس عشان انا كده كده اشتريت الكيس، وكمان علشان الناس اللي حابه برضو جايبه مشاريع مكتره في الفراخ تعرف احنا برضو هنشتغل ازاي. هنشتغل بالفيتامينات بس الاول كده ناسس برضو الكتكوت وبرضو التحصينات، وبعد كده خلاص بنشتغل معاه عادي خالص من غير اي حاجه باذن الله. لو احتاجنا بقى ممكن ندي مثلا جرعه مضاد للسموم برضو بيطري. لو احتاجنا هندي جرعتين كوكسيديا. فانا ان شاء الله باذن الله في الايام اللي جايه هشرح لكم الدنيا ايه. ودايما بقى نصيحتي ليكي برضو لو انتي بتجيبي فراخ بيضة او اي انواع فراخ، اكتبي في كراسة اليوم اللي انتي جبتي فيه الفراخ ايه الامراض اللي قابلتك، ايه العلاج الفعال اللي انتي جبتيه وبقى كويس. كل الكلام ده لازم تكوني مسجلاه عندك في كراسة. بعد كده انتي بقى من نفسك تبداي تفهمي لا قدر الله لو مثلا جاء اسهال لونه احمر هجيب له علاج ايه، لو جاء اسهال اخضر هجيب له علاج ايه، هتبقي فاهمه. وكمان زي ما قلت لك لما تسجلي اسم العلاج في الكراسه ده هيفرق معاكي كتير. حاجة كمان بقى في نهاية الدورة بتاعت الفراخ بتبدأي توزيني الفراخ، بتبقي عارفة انت ماشية صح او في مشكلة قابلتك. بتشوفي برضو كل دورة اكلت معاكي قد ايه، لاني برضو باكد عليكي ممكن دورة تاكل معاكي 3 كيلو ونص، وفي ممكن دورة تاكل لحد 4 كيلو. فانت تحسبي برضو وتشوفي الوضع عندك ايه، الامراض اللي قابلتك اكلوا قد ايه، جبتي عدد قد ايه، الوزن معاكي طالع قد ايه. كل اسبوع بتوزني بتشوفي برضو الاوزان انت ماشيه صح ولا ماشيه غلط. كل ده صدقيني هيفرق معاكي انت في كل حاجه. تمام. المهم ان انا عايزه برضو الكتاكيت تبقى متفرده معاكي، الوضع حلو، الدنيا تمام، ما تكتموش قوي وبرضو ما تقفلوش، يعني ما تكتميش وما تقفليش قوي. واحده واحده كده ان شاء الله الدنيا تتظبط معاكي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا مني بحاجه بسيطه. لو طلعتوا في الفيديو حتى مستفادين بحاجه بسيطه اتمنى ان انتوا تدعموا القناه وتحطوا لي لايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره على خير، مع السلامه.